السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم راح نشارك معكم وصفة الكروكي. وش من كروكي واحد الكروكي ما شاء الله. هذه من أروع الوصفات اللي جربتهم، واحد الطراوة وواحد البنة. لحد اليوم غير هذا اللي جاني كي من هكذا. اللي تحب الكروكي طري ويجي يذوب ذوبان في الفم، ما عليها غير تجرب هذا الوصفة وتدعي لي بالخير، وبنتو ولا أروع. هيا نفوتوا المقادير. راح نسحقوا 3 بيضات بحرارة المطبخ، نص كاس تاع سكر عادي، كاس تاع الزيت، لافاني، الفارينة والخميرة الكيميائية. الخميرة الكيميائية 15 غرام. هذا مكان مكوناته بسيطة جدا واقتصادية ومتواجدة في كل بيت، وراح يجي بزاف بنين. بسم الله نبداو في التحضير. نكسر البيضات تاعي، واللي تحب تضاعف المقادير ضاعف كلش. وش هو السكر بك اذا حبت ما يجيهاش حلو دير كاس الا ربع. هذا مكان نضيفو نص كاس تاع السكر، نزيدو لافاني ونخلطوهم. ماشي تخلطوهم بزاف، نخلطوهم شويه بك، ماشي لازم البيتخان، تقدروا تخلطوهم حتى بيدكم ولا بالباتور. بعد ما خلطهم مون با دقيقه جبت الزيت ونضيفوه بالتدريج، كما قلت لكم كاس تاع الزيت نضيفوه بالتدريج ونخلطوه حوالي دقيقه. هذا مكان كما قلت لكم ماناش حابين الهواء يدخل بزاف في الكروكي، حابينه يجي خفيف وما يجيش فيه هذوك الفقاعات بزاف لداخل. وكان نبدا نضيف الفارينه، نضيف الكاس الاول ونزيد الخميره اللي هي 15 غرام. انا هنا حسيت انه لافاني راحت الريحه تاعها، زدت شويه فاني. اللي تحب ما تزيدش ما تزيدش، والشيوانه بانت ليك شغل ما فيهاش الريحه مليحه هذا لافاني. وليت دوبليت، زدت الكاس الثاني ونخلطه. هنا الخليط مازال يحتاج، زدت الكاس الثالث، راح نديرو بالتدريج. درت النص. في هذه المرحله لازم الكروكي تاعنا العجينه تبقى طريه، كون تيبسوها ما تجيش مليحه. هنا انا كنت ديجا نسيت الملح، راني درت رشه الملح، ما تنساوش ديروه سينو يجي الذوق تاعو صامت. الحاجه بلا ملح تجي صامته. هنا كملت الكاس الثالث كامل. القوام اللي نتحصلوا عليه لازم يكون طري بزاف، ومن بعد اصلا راح نتحكموا به بالزيت كما راكم تشوفوا. انا بان لي هنا شويه محتاج، جبت نص كاس تاع الفارينه وراح نلمو. نضيف بشويه. شوفوا العجينه اللي تحصلنا عليها راهي طريه وتلصق في اليد، لازم تكون طريه وتلصق في اليد. شوفوا القوام تاعها، ما تيبسوهاش كيما تاع الصابلي ولا تخليوها سايحه بزاف. لازم تكون هذيك اللي كيما كي تحطيها على الطابله تنطلق. هنا جبت بابي فيلم، نديرلو شويه تاع الزيت برك. هذا مكان نقسم العجينه تاعي على 2 ونبدا نخدم في العجينه الاولى ونفتحها بهذا الشكل. هنا افتحوها بسمك يكون رقيق وندهنها لداخل بالكونفيتور. هذا اللقطه هي راح تخلي الكروكي تاعك يجي يذوب ذوبان، واحد البنه ولا اروع. ندهنوه مليح. المهم جربوا هذه الطريقه راح تعجبكم بزاف. انا جبت نواه كوكو، تقدروا تستغنوا على هذه المرحله هذه، وشي واحد تمد واحد الذوق رائع. تحسوا بهذاك الكو تاع نواه كوكو الداخل يطرى مع الكونفيتور ويجي يذوب في الفم. ونبدا ندور فيه. طريقه سهله وبسيطه، والكروكي تاعنا جاي يهبل. سورتو اللي يحبوا الكروكي يجي طري ما يجيش يابس. كاين بزاف
كيما درت الوصفه تاع الكروكي في الانستغرام، وكل يقولوا لي الكروكي اسمه كروكون. على هذه الناس يديروا انه يجي قرمش، كل واحد كيف يحب. انا واحده من الناس نحبه يجي طري. ونقلبو. هنا كيما قلت لكم العجينه طريه بزاف، نديرها فوق بابي كويسون، ما دهنت ولا بزيت لا والو. وميم كي ديروها فوق البلا ما تدهنوش بالزيت، سينو راح تزيد تنطلق الحبه وتولي كبيره بزاف. خليوها ناشفه، ومن الاحسن ديروا بابي كويسون باش ما تحرقش وما تلصق لكمش في البلا. هنا فتحت البوله دوزيام ورشيتها بالكاكاو لداخل باش يجيوني في وسطها هذوك الخطوط. واللي تحب ديرو سامبل ديريكت دير غير حرابش كبار وهذا مكان، وتدهنهم بالبيض من الفوق ولا كيما تحبوا. المهم هاد العجينه ديروها بهذه الطريقه، خليوها طريه بزاف وراح يجيكم الكروكي تاعكم يهبل. ونحطها بنفس الطريقه في البلا. هنا كنت درت تاع النواد كوكو كبيره بزاف لاني نشتي ذوق تاع نواد كوكو. ندخلهم يطيبوا على 180 درجه، الفرن شاعل من الفوق ومن التحت. بعد ما يديو هذه التحميره الخفيفه نحيوه وهو سخون، يعني دافي شوي ماشي ديريكت من الفرن. استنى واحد 2 دقائق ودهنوه بالكونفيتور. نزيدو نرشوه بالنواد كوكو. هذه البوله تاع ذوق نواد كوكو. اما اللي في وسطها كاكاو كانت عندي شويه شيكولا فضلت لي من الكلاصاج، درت به واحد الكاطو وليت قلت نستعملها. ذوبتها وزدت لها كاوكاو مرحي في الخشين وندهنها. هنايا ندخلهم شويه الفريجدير باش يحكموا رواحهم. اللي تحبوا تخليها تنشف وحدها تنشف وحدها، اصلا نهار البرد. بعد ما بردوا وشيكولا حكمت روحها نجي نقطعو. كيما راكم تشوفوا الموس راه يدخل بكل سهوله، واحد الطراوه فيه رائعه. هنايا بعد ما قطعتو نجي نوريكم كيفاه جا. شوفوا الكروكي تاع الشيكولا كيفاه جا يهبل. والله هذه من احسن الوصفات تاع الكروكي اللي جربتها، تجي تذوب في الفم. تقدري حتى تاكليه وحده، ما يجيش هذاك الكروكي ناشف، يجي واحد البنه هايله سورتو مع الحليب. طعمه رائع. دوك في الاخر تاع الفيديو نحكم حبه نقسمها معكم بالمغرفه، يعني تشوفوا يجي كيما الكيك. انا بزاف يعجبني الكروكي كي يعود طري. وكل مره كيفاه ندير، مرات نديرو ذاك اللي قرمش، مرات ندير طري. شويه الطري يعجبني اكثر. شوفوا هذا تاع ذوق الشوكولا ثاني جا طري بزاف، ماهوش ناشف وجا بزاف بنين. جربوا الوصفه ماكمش حتى ندموا. وبسلامه الى وصفه قادمه ان شاء الله.